السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. الدباء وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. ورد في السنة المطهرة حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء مطبوخا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. والدباء القرع، والواحدة دباءة. والدباء يعرف في المجتمعات الشرقية بعدة أسماء، منها القرع أو القرع العسلي، والتركي، والإسطنبولي، ومنهم من يسميه بالقرع الأحمر أو الملطي. ويعرف الدباء في القرآن الكريم باليقطين، قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي على سيدنا يونس عليه السلام، بعدما لفظه الحوت لعدة أسباب، منها لأن شجرة الدباء لا يقع عليها الذباب فيؤرقه في نومه، ولأن ظلها بارد، ولأن ورقها عظيم فيحميه من حرارة الشمس. فوائد البطيخ. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع الخربز، يعني البطيخ، يجمعهما، إسناده صحيح. والخربز هو البطيخ بالفارسية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. والبطيخ من أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه. والبطيخ ليس فيه زكاة. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والبعل وما سقى العيون من الحبوب العشر، وأما البطيخ والقثاء والبقل والخضر والرمان والقصوب فقد عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.